لزريبة إعلام، لاستخبارات فاشلة بين الأمم. أصبحنا ملطشة، أصبحنا مسخرة أمام مالي، أمام النيجر، أمام ليبيا، أمام المغرب، أمام إسبانيا، أمام فرنسا، أمام سمعة البلاد أصبحت في الحضيض. سمعة البلاد أصبحت في الحضيض. السلام عليكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. تحية طيبة لكل المشاهدين. رانا داخلين في حيط، لأنني نشوف روحي أنا السعيد بن زديرة خاسر أكثر بكثير من بعض الصحراويين اللي راهم عايشين في المهجر. نعم، لماذا؟ لأنني أعرف أمور لا يعرفها بعض الصحراويين، ولا يلام من لا يعرف بعض الحقائق. أنا أعرف بعض الحقائق وبعض الأسرار وبعض المعلومات والمعطيات التي لا يعرفها الكثير من الجزائريين والكثير حتى من الصحراويين الذين يعيشون في الخارج. اللي يعيشون في الداخل في الأراضي المحتلة أو في المخيمات على بالهم راهم عايشين، لكن اللي عايشين في المهجر حوالي مليون أو أكثر من مليون صحراوي عايشين ما بين أسبانيا، فرنسا، ألمانيا، يجهلون الكثير والكثير من الأمور. الحاجة الوحيدة اللي يعرفوها أنهم صحراويين في الأصل، جدهم صحراوي، لأنه الجيل الحالي بوياتهم في روحهم ممكن ما عاشوش في الصحراء الغربية، عاشوا تحت الاحتلال المغربي. يعني اللي جده صحراوي أب عن جد حكاوله، لكن كاين حقائق اللي ما يعرفوهاش. هذا السبب اللي جعلني أتألم وجعلني أتحسر، لأننا ضيعنا القضية الصحراوية بتفاهة نتيجة لسياسة غبية، لدبلوماسية فاشلة، لزريبة إعلام، لاستخبارات فاشلة. أنا هذه اللي غايضتني. إذن عندما أهاجم السياسة الخارجية الفاشلة والغبية لسلطة تبون، هذا لا يعني أنني أهاجم الدولة الجزائرية، بل